Thank you very much. Ladies and gentlemen, this is Showtime World Title Heavyweight Fight will be 3 rounds of 3 minutes according to Showtime rules. And the referee of this match will be Mr. Joop Ubeda, and this fight is sponsored by Fight.nl. Okay, fighters, I want a clean fight. No elbows, no backfist, spinning backfist, no headbutts, no clinching. After mijn kan break, stop your ball. Okay? Dan wees je good fight, shake hands and once back. جوب أوبيدا يعطي التعليمات النهائية للمقاتلين. إذا النزال الأخير بطل العالم 25 عاما يحمل سجلا بالكيك بوكسينج 86 انتصارا أو 86 نزالا 75 فوزا. لديه نسبة عالية بالضربات القاضية، الفوز ب 62 مرة بالضربة القاضية، خسر 10 مرات، خسر 7 مرات بالكيك بوكسينج بالضربة القاضية ولديه تعادل 1. أما بالنسبة للMMA ريكورد الميكس مارشال ارت فيحمل سجلا بانتصار 1 وخسارة 1. من ضمن من تغلب عليهم المقاتل المغربي سم شيلت، زابيت زيميدوف، ورسلان كارايف. هذا هو الرجل الذي يجب أن تفوز عليه، إنه بدر هاري. هل لديه الإمكانية الكافية المقاتل التونسي لخطف اللقب من هذا المقاتل الفتى الذهبي؟ انتظار وسرعة ردة فعل من بدر هاري. بدر هاري بسروال الأسود. مقاتل عنيف بكل معنى الكلمة، لا يعرف أنصاف الحلول عندما يقرر يهجم، ولديه إمكانيات هائلة. يعود بدر هاري للمنافسة بعد لأول مرة منذ خسارته في بطولة الجائزة الكبرى أمام سيمي شيلت العام الماضي. يريد العودة إلى التألق، العودة إلى سابق عهده مع الانتصارات. والعائق اليوم هو المقاتل بوزيدي. ما الذي أعده لهذا النزال؟ ندخل ب30 ثانية الأخيرة من الجولة الأولى. الدخول بعنف، تسديد لكمتين ثم ركلة صاعدة. ضغط متواصل من قبل بدر هاري. يا سلام، وهنا غير معقول الذي حصل مع نهاية جرس الجولة الأولى. يسدد لكمة رائعة المقاتل المغربي، كاد أن يطيح بوزيدي. نتابع مرة أخرى. لقطات من الجولة الأولى، انتظار إعادة اللقطة الأخيرة مع الجرس. ربما هذه هي. يا سلام، هنا لكمة يمينية ولا أروع، مباشرة إلى الوجه. لاحظ عنف اللكمات، تسديد إلى الجسد ومن ثم المتابعة، واللكمة اليمينية الرائعة التي كادت أن تطيح بالمقاتل التونسي وأمله. Seconds out, please. Coaches out of the ring, please. مراد بوزيدي المقاتل التونسي كان قد
كان محظوظا ربما Round 2. أنه تلقى تلك اللكمة مع نهاية أو جرس الجولة الأولى. إذن الجولة الثانية 3 دقائق أخرى من المنافسة والهجوم العنيف من بدر هاري. يا سلام، هنا ضربة بالركبة صاعدة ولكمة يسارية يطيح بمراد بوزيدي المرة الثانية. 7, 8, 1 fight, hands up. First a countdown for the blue corner. سقوط يعتبر أول. يحاول تغيير الوقفة القتالية هنا بوزيدي، حاول إيجاد الحلول، حاول الوصول إلى المقاتل المغربي. يا سلام، لاحظ العنف غير طبيعي وكأنه في معركة. يا سلام، يقع مرة أخرى. هل نشهد نهاية هذا النزال؟ لا أعتقد أن لديه الفرصة، لا أعتقد أن لديه الحظ في عمل أي شيء أمام المقاتل المغربي. لاحظ حين يقرر البدء بالغارة والهجوم لا يتردد، لا يسمح لنفسه بالعودة إلا وأن يسقط المقاتل المقابل. سقوط ثاني للمقاتل التونسي مراد بوزيدي في مهمة صعبة للغاية. يا سلام، هنا بالركبة مع انطلاق بوزيدي باتجاه بدر هاري. تابعوا هذا المقاتل أعزائي المشاهدين، مقاتل بكل معنى الكلمة، مقاتل شرس، مقاتل فنان، لديه إمكانيات غير طبيعية، مقاتل موهوب ولديه شعبية جارفة خاصة في أوروبا، سمعة كبيرة وإنجازات رائعة. بطل العالم على لقب الشو تايم ولكمة ناجحة من المقاتل مراد بوزيدي، لكنه هنا ربما السقطة الأخيرة مع تبقي 8 ثواني أخيرة على نهاية الجولة الثانية. بطل سابق في الكي 1 العالمي وحامل لقب WBKL ومواي تاي أيضا يدافع عن لقبه بنجاح وسط يعني 3 مرات سقوط للمقاتل التونسي مراد بوزيدي. نتمنى له السلامة. تشعر أن النزال لم يكن متكافئا، لم يكن أمامه أي مجال أو لم يعطه بدر هاري أي فرصة للمنافسة. روح رياضية عالية، يحاول الاطمئنان على المنافس. وهنا نتابع الضربة القاضية. لاحظ لكمة صاعدة، ملاكم خطير، ملاكم يعني واحد من أفضل لكماته هي القلع، اللكمات الصاعدة والتي ينهي فيها